أعلنت إدارة السجن المحلي بسلان إلى الرأي العام أن السجين ألف واو الذي أودع بهذه المؤسسة بتاريخ 27 من مارس 2023 في إطار الاعتقال الاحتياطي على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، قد أقدم على الانتحار داخل زنزانته اليوم الأربعاء 12 من أبريل 2023. وأضاف بلاغ المندوبية: توصلت هسبرس بنسخة منه أنه طبقا للقانون تم إخبار النيابة العامة المختصة وأسرة السجين بهذه الواقعة. الأمر يتعلق بأحد المتورطين في قتل شرطي حي الرحمة في الدار البيضاء وإضرام النار عمدا في جسده، وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكنت من توقيف 3 متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي بتاريخ 15 من مارس الماضي للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.